غدوة. هخليكم النهاردة تعملوا غدوة تكفي 4 أفراد بعلبة تونة وكيس من المكرونة. النهاردة هنعمل مكرونة بالتونة، وصفة مش هتاخد معاكي دقايق، وانتي واقفة كده هتحضريها، سريعة جدا 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 ومنقذة ومغذية. شايفين المنظر شكلها عامل ازاي؟ تحفة بجد تحفة. وما عملتش جنبها غير شوية بطاطس محمرة من علبة تونة واحدة بس. ايوه، من علبة تونة واحدة بس. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي سمر الاباصيري ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسيش تدوسي عشان على علامة الجرس عشان يوصلك كل الوصفات الجديدة. ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معايا نص كيلو من المكرونة المسلوقة، وشايله كوبايه الا ربع من الميه، ومعايا علبه تونه متصفيه كويس، وبصل اخضر متقطع قطع صغيره، ومعلقتين او 3 من الصلصه المتسبكه او من الصلصه البيوري الجاهزه. اول حاجه هجيب بوك على النار، هضيف فيه فنجان من الزيت، وهنزل بالبصل الاخضر اللي انا مقطعاه قطع صغيره، وهسيب شويه كده هقول لكم هنعمل بيهم ايه في الاخر. وهقلب تقلبتين بس كده، مش عايزه البصل ياخد لون. ومعايا نص معلقه من الثوم المهروس، واقلب، واول ما اشم ريحه الثوم هضيف الصلصه البيوري بتاعتي او الصلصه المتسبكه، واقلب تقلبتين. ومكان طبق الصلصة هنزل بكوباية الا ربع من مية سلق المكرونة، ودي علشان تربط معايا الصلصة حلو. معايا نص معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، رشة من السكر عشان تضيع لي حموضة الصلصة او الطماطم، والملح حسب الرغبة. بس كده. وبعدين هنزل بعلبة التونة اللي انا مصفياها كويس، وانا بحب او افضل التونه القطع، وهفتت فيها بسيط كده، مش عايزاها تضيع خالص وسط يعني في وسط الصلصه. ومعايا قرن فلفل بقى سبايسي، اللي انا بحبه جدا في الاكلات بتاعتي، اللي بيودي الاكل في حته تانية خالص. وده برضو حسب رغبتك، ممكن ما تضيفهوش، ممكن تضيفي فلفل رومي. وهقلب. شايفين بقى ميه المكرونه خلت الصلصه تقيله وجميله. بعدين هنزل بالمكرونه المسلوقه، وهقلب بقى ايه، ادخل كل الخليط الصلصه بالتونه جوه المكرونه لحد ما تبقى بالطريقه الجميله دي. يعني انزل بقى في بطبق تقديم كده حلو، علشان انا بحب في طبق تقديم، والولاد ياخدوا اللي هم عايزينه في الطبق بتاعهم. وهجرنش بباقي البصل الاخضر، او هزين الطبق الجميل بتاعي ده. ايه رايكم؟ طعم تحفه تحفه، ووصفه سريعه ومنقذه ومغذيه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ سمر الاباصيري. وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.